اكتب واحفظ شعارك باش تربح تنجح تطلع تقطع، صدقني الفوق تتعارك في قلبك، روح شعل نارك، حكمة وحنكة طعم محارب، حاب حاكم حب حياتك في احلامك وفي طموحاتك، يعني تحرك بوجي تعاون مع من حولك، كانت تطيح مرة زوجة ثلاثة نوض وروح زيد عاود، حابك حتى حاجة ما حد فشلك، حابك كيما جبلتوها ما حتى قنبلة ما حد فجرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ملخص كتاب اليوم سأقدم لكم أول ملخص لكتاب عبر التسجيل في اليوتيوب، واخترت كتاب شفق أفور صنم أو أفور صنم لكاتب فرنسي ميشيل أونفري عن التلفيقة الفرويدية. الكتاب على حد علمي لم يترجم للعربية ولا للإنجليزية، وإنما يوجد فقط نسخته الفرنسية، وعنوانه الفرنسي لو كريبيسكول دون ايدول. طبعا موضوع الكتاب كما هو ظاهر في العنوان هو عن التحليل النفسي الفرويدي وعن الفرويدية بصفة عامة. الكاتب يناقش موضوع هل التحليل النفسي هو علم أم هو شيء آخر يفتتح الكاتب الكتاب بتعريف نيتشه للفلسفة عن أنها تفسير للجسد، أي أنها مربوطة بالذات التي أنتجتها وبالمكان والزمن التي خرجت منه. ثم يدخل في صلب الموضوع، هل التحليل النفسي هو علم وعلاج؟ هل سيغموند فرويد هو الذي اخترع التحليل النفسي؟ ثم يناقش موضوع هل عقدة أوديب التي تكلم عنها سيغموند فرويد هل هي شيء علمي وعام على جميع البشر؟ الكتاب فيه قرابة 600 صفحة، وهو كتاب جد شيق ومهم للناس المهتمين بالتحليل النفسي وبسيغموند فرويد خاصة. يتكلم الكتاب أيضا عن بعض الأشياء التي نسبت إلى سيغموند فرويد على أنه هو الذي أتى بها من بنات أفكاره، وهي في الواقع ليست كذلك. الأطروحة الرئيسية التي أتى بها الكاتب ودافع عنها في طول الكتاب هي أن التحليل النفسي الفرويدي ما هو إلا تحليل نفسي من فرويد لنفسه، ليس شيئا علميا بحد ذاته، وإنما كان يحلل شخصيته الخاصة. وسيحاول الكاتب إثبات هذه عن طريق دراسة سيرة الكاتب سيغموند فرويد من طفولته إلى مماته، ليس عن طريق السيرة الذاتية، لأن سيغموند فرويد أتلف كثيرا من سيرته الذاتية، وإنما عن طريق الرسائل التي كان يبعث بها سيغموند فرويد إلى أصدقائه، فقد تم حفظها لنا. قام الكاتب أيضا بمقارنة الأفكار التي أتى بها سيغموند فرويد مع الفلسفات التي كانت قبله، خاصة فلسفة نيتشه وشوبنهاور، زاعما بأن الأفكار التي أتى بها سيغموند فرويد لم تكن جديدة بحد ذاتها، وإنما اقتبسها من تلك الفلسفات وأضفى عليها صبغة علمية. ناقش الكاتب أيضا في فصل معين فكرة هل التحليل النفسي هل هو يعني مدرسة منسجمة وذات قواعد ثابتة على طول فترة حياة سيغموند فرويد، وفي الحقيقة لقد أثبت العكس، بأنها لم تكن لها قواعد ثابتة، لأن سيغموند فرويد بحد ذاته يعني في حياته قام بطرق علاجية مختلفة. ففي فترة استعمل العلاج بالصاعقات الكهربائية، وفي فترة أخرى استعمل الكوكايين، وهكذا دواليك، واستعمل حتى علاج بقضبان حديدية. يتطرق الكتاب أيضا إلى البعد الأخلاقي في سيرة فرويد الذاتية. سلط الكتاب كذلك الضوء على آراء فرويد السياسية وعلاقته مع أو آراءه حول الليبرالية والديكتاتورية، وساق مثالا على ذلك إهداء كتبه فرويد إلى موسوليني. هذه المواضيع الموجودة في كتاب شفق أفور صنم بصفة عامة، ومع هذا لمن يهمه الموضوع
سأضع رابط تحت الفيديو فيه خلاصة بالعربية عن الكتاب. نتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة، والسلام عليكم.